طبعا يا جماعه اليومين اللي فاتوا كل الناس شافت الفيديو ده. يمكن في ناس كتير لسه غلابه، لسه في المحليه شويه، لسه الدنيا عندهم صعبه شويه، فبدل ما يتمنى لك التوفيق فيدعي عليك. يا سيدي وماله، الله يسامحك. بص يا كابتن شوبير، انا مش هقول لك عيب على سنك وان انت راجل كبير وعيب ان انت تلقح والكلام ده، المفروض ان انت عارفه. يعني انت عندك عيال دلوقتي ما شاء الله، اللي بيلعب في نادي الاهلي واللي وما شاء الله، المفروض تبقى عارف الكلام ده. بس اسمع كده كلام واحد ممكن يكون من دور اولادك، الاستاذ احمد سالم متحدث باسم نادي الزمالك. اسمع كده، هيعلمك بس حاجه بسيطه، ومحدش كبير انه يتعلم. اسمع كده. يا كابتن شوبير، يا كابتن شوبير، حضرتك رايح امريكا تغطي مباراه او بطوله للنادي الاهلي في قناه النادي الاهلي ما فيهاش الزمالك. يعني فيها انديه كتير افريقيه واوروبيه واسيويه، مش من ضمنهم الزمالك. ايه لزوم بقى ان انا القح كلام على انديه محليه وابتدي علينا وخليكم انتوا في المحليه ليه؟ يعني ايه اللي جاب هو يا جماعه؟ يعني لما بنقعد نتكلم يقول لك انتوا عندكم منطق المؤامره وانتوا فاكرين انتوا مستهدفين. يا عم احنا في حالنا. يعني الزمالك في حاله، ما حدش جنبك. الزمالك حتى مش مشترك في البطوله اللي انت حضرتك رايح تلقح فيها عليه. يعني بعيدا عن التغطيه اللي بقت يعني ماده للكوميكس في السوشيال ميديا، لان هي تغطيه يعني مش عايز اقول لا طليق، مش موضوعنا. هي تخص الجمهور الاهلي لو هو مبسوط بالقعده اللي معموله دي، والشمسيه اللي في نص الشارع والترابيزه والناس اللي معديه تعالى اقول لك كلمتين وتعالى بتاع. يعني هي تغطيه اعلاميا بمنطق المهنيه رقيقه جدا ونالت سخريه كبيره، بس مش موضوعنا. لو ده عاجب الاهلاويه هم احرار. لو هي هزيله كده من وجهه نظر بعض المشاهدين، ممكن تكون هي برضو دمها خفيف وحلوه وجميله لبعض المشاهدين الاخرين، ليهم كل الحق. بس حضرتك لما تيجي تتكلم ملوش لازمه تلقح. يعني اكيد امريكا ما شافتش هذا النوع من الاعلام. احنا طبعا شايفينه هنا وشبعانين منه في الاعلام الرياضي في مصر. الغرائب والعجائب الاعلام الرياضي، كونها هتروح امريكا ده بالنسبه لهم اكيد حاجه غريبه. وعامه هم الامريكان مش مهتمين خالص ولا البطوله. حتى النهارده لسه بيقولوا مش لاقيين جماهير تحضر الماتشات، لان الامريكان ما لهمش في الكوره. يعني ما اعرفش هو مين صاحب فكره ان البطوله كبرى تتعمل في امريكا كرويه، لان امريكا شعب غير محب للكوره. فعامه اللي بيحصل هناك اعلاميا يهم المصريين، اكيد هو لا يلفت نظر الامريكان باي حال من الاحوال. فالمصريين الاهلاويه يتفرجوا مبسوطين، الزملكاويه مش مهتمين ومش عايزين حد يلقح عليهم كلام. وملوش لازمه نعمل عداوات وحساسيات بلا اي داعي. سيب الزمالك للزمالك والاهلي للاهلي. طيب بص يا كابتن احمد، افرح، انت بتشارك في بطوله كبيره، انت مش عارف ايه، انت بص بطل مجرد ضرب التبانه.